أرى درهم. ما عنديش درهم. ما عندكش؟ هاك الفقيرات امك. السلام عليكم ورحمه الله. كنتمنى كل شيء يكون مزيان. قبل ما نبدا الفيديو بغيت غير نوصل واحد الميساج. الله يحسن العوان لاي متسول، اي واحد مسكين باغي يخدم ولكن كيلقى راسو ما عندوش واحد القدره جسديه انه يمشي يخدم باش يجيب الفلوس يصرف على دارو ولا يصرف على راسو. الا قديتي خويا تعاون شي واحد محتاج غير عاون، ربي راه ما غيخيبكش. هذا هو الميساج وندوزو للفيديو ديالنا. اول حاجه هي لعبه الاعداد. الا رفضتي تعطيه الفلوس واش غيتقلق وغيمشي لدارو صافي سالا؟ لا، حيت عارف راسو خاصو يسول واحد العدد كافي ديال الناس باش في الاخر غير واحد النسبه قليله من دوك الناس كامل اللي يسول هما اللي غيوافقوا انهم يعطيو، وهذا الشيء كيتسمى نسبه تحويل. الله يبارك في الرزق والله يزيدها لك في ميزان الحسنات. الا لاحظتي راه ما تيقولش لك عاون حيت انا عاطل على الخدمه، ولكن كيبين لك المصلحه ديالك. هاد الطريقه في التسويق كتسمى بيع الثقوب ماشي المسمار. وثالث حاجه كيحط لك شويه ديال الفلوس في الكاس ديالو باش يبين لك باللي ناس اخرين تصدقوا وتبرعوا، وهذا الشيء كيتسمى بالدليل الاجتماعي. ورابع حاجه، اغلبيه ديال الاوقات كنشوفوا المتسولين معاهم دراري صغار ولا شي حيوان اليف باش يثير العواطف ديالك. ممكن ما تحسش بالشفقه على راجل في الثلاثينيات ولكن ولده الصغير غيكسر لك العواطف ديالك. هذا الشيء في التسويق كيتسمى استغلال العواطف. وخامس حاجه معنا انه كيختار المكان بعنايه، مثلا في الاشارات ديال المرور حيت ما تقدرش تجنبها وخاصك تسمع القصه ديالو، بحال الاعلانات في اليوتيوب. المسجد حيت كتكون قريب من الجانب ديالك الروحي والاحتمال ديال التصدق كيزيد بزاف. المطعم كاين مثل مغربي كيقول لك الا شبعت الكرش كتكون الراس غني، يعني كتكون في مزاج مزيان، وهذا الشيء خلاك تكون اكثر سخاء مع المتسول. هذا الشيء في التسويق كيتسمى التوجيه، يعني كتختار الاماكن اللي كيتمشى فيها الجمهور المستهدف ديالك.